يوم للجنجويد ده في 8 متحركات بتاعت جنجويد بكامل عتاده زايله، ما في صور، ما في صور. جنجويد ما شاف شغل قبل كده زي ده، صندوق فتك متك. ده شغل شين، ده شغل فاخر من الآخر، فاخر من الآخر. أي جنجويتي متحرك بتاعه البتاع ده ما خاشي، البتاع شال البتاع بس. ما هنقول لك وين، ما هنقول نحن. انت مش انك متحركات كنت انا كان متخوف منها. اي نعم نعم. ولاد الزقط يا اصحابي، ده الكلام اللي احنا دايرينه. افرش الليله كان يوم عظيم، يوم اتخذت فيه قرارات عظيمه، قرارات الشرف، قرارات المجد، قرارات الشعب السوداني بقيادات سودانيه اصيله نبيله شريفه صديقه امينه، اتخذوا القرار الليله. قرار كان قرار عظيم. والله يا جنجة قسما وعظما يا دوب. نعم اقسم بالله بدت الليله، اقسم بالله بدت الليله. انا بطمن الشعب السوداني كله، اقسم بالله العظيم وكتاب الله الكريم، ده شغل فاخر من الاخر. والله ما نقطه، كل الناس كل الميادين ما تشيل حق زول. ما وين التشيكس يا جماعه؟ وين الكنداكات؟ لسه ما بدينا، اقسم بالله ما بدينا. الليله نحن فرحانين بتحرك القيادات، بالتحرك وزاره الدفاع، بتحرك حكومه السودانيه، بالتلاحم الشعب السوداني، بالتلاحم اللي شفته في كل الولايات، بالتلاحم الشعب السوداني بالخارج. وفي الميدان شغل تاني فاخر من الاخر. اخواننا حبايبنا الجياشه الموراليون الدراعون و ديرك بتعرفهم صح، والعمل الخاص الامن الصالح النيل الازرق ومتحرك كردفان والصياد. الليله لقيتونا كيف؟ تعالوا في السوداني، قوات الخميس عبد الله بكر الشهيد، مصطفى طنبور، طنبر يا صاحبي فتك. ناس دي كلها لبست كاكي، ما في مكتب. ده الكلام. انا ذاته من يوم بكره بجيب لي زي بلبس كاكي، ناس كلها تلبس كاكي، كلنا في الحداد لبس اسود في اسود. فيه خير. نحن ما كان خالفنا اهلنا، جزء من اهلنا المتورطين السجم عديمين الضمير التابعين المشروع العبادي. الان قادر تصور انت؟ رايك شنو يا عبد الواحد محمد احمد النور؟ رايك شنو يا سليمان صندل؟ رايك شنو يا من نمر من ورق؟ رايك شنو يا شوربه؟ رايك شنو يا محمد الفاتح ناظر الفلات المعزول؟ اذا قال لك وسنحترم العفارقه اذا قرروا البقاء معانا، بمعنى ان اذا رفضوا سيسلبوهم لهم من الارض اخرى، سيسحبوا الى الارض اخرى. اسحب. كلمتك ما قاعد تسمع. انينا هو يا ناس زول دايرنا ما في. خلونا نتوحد، خلونا نقف مع بعض، خلونا نشيل بعض، خلونا نقف مع بعض، ما نضحك على بعض، ما نكره بعض. الزول اللي بينبذ الشايقي والدنقلاوي والجعلي بينبذ الإتة والدنقلاوي والجعلي، إتة عيال دنقل واحد، أولاد راجل واحد. الفوراوي والزقاوي والتنجراوي والداجاوي والفلاتي والنوباوي والكوشي والبقس هناك والبني عامري والحدندوي، نحن دي كلنا واحد. احنا الأفارقة. المشروع ده قلنا لكم خطير،
جبنا لكم دلائل يا ناس. ده المخطط قبل خروج قبل خروج موسى هلال من السجن، قبل خروج موسى هلال من السجن. ده المشروع طلعوا به موسى هلال من السجن قبل ما الفاس تقع في الراس. رايكم شنو الليله؟ نمشي وين؟ بيني وبينكم كده كده، ورونا نمشي وين؟ ورونا. اذا اردنا نقعد مع الجنجويد ارض اجدادنا، بقينا زي الفلسطين بتكره الناس. الليله خطوا عليك برا، شالوك وجابوك معانا، قال لك تاتك بوقو اهب تعمل كروكالي ولا رايك شنو يا صاحبي؟ والله انينا ديل، والله انينا ندور دوله. هسه قال لك كوره ذاته اديل والروك برا دبر نسيه، تقدر تفتح خشمك تتركب. يا اخي بدل تتركب براك، تعال خلينا نركب الجنجويد، تعال ساعدنا يا صاحبي. الناس اللي قاعدين في الاراضي امي وامك، اختي واختك، بنتي وبنتك، خلوا العنصريه، خلوا القبليه. الليله ابناء من جبال النوبه فرحانين بموت ناس الفاشر، للاسف تحياتنا لشرفاء جبال النوبه، فرحانين بموت اهل الفاشر، فرحانين نما بنططوا شغالين في الميديا. ابناء جبال النوبه جزء خونه، تحياتنا للشرفاء، تحياتنا للشرفاء. الليله هم ديركم آل جنيد قال الزرقاء اذا ارادوا ان يعيشوا معانا مرحب بهم، اذا ما ارادوا يعيشوا معانا فما عاوزينهم. رايكم شنو انتوا؟ رايكم شنو؟ الليله هتبقوا زرقاء ولا هتبقوا عرب؟ رايكم شنو؟ ده كلام الوليد ما دبه. رايكم شنو؟ وين ربيع؟ دقوا الشارع جيش، حققوا الهدف ده، الله يبدا ما يقع. ماشيين خطوه خطوه. شوفوا يا اهلي، شوفوا يا اولاد اهلي، يا ابنائي، يا بناتي، يا اخوتي، يا اخواتي، والله خير نتوحد ما في طريقه. والله مشروع بتاع اللي دقلوا ده ياكل الاخضر واليابس اصما وعظما. اذا ما توحدنا والله وتالله ياكل الابيض والاخضر. الليله كلام اللي قال وليد ماديبو ده تحت شغال، انا هديك كلام اخطر من اللي قال وليد ماديبو. بس لو والله اديك شغل اخطر من الوليد ماديبو. الليله شكلوا لجنه من ليله البارحه، لجنه حنين. كلامي ده اسمعوا كويس. شكلوا لجنه حنين. بتعرفوا لجنه حنين يعني شنو ولا ما عارفين يا شباب؟ ما اعرف لجنه حنين منو؟ ما اعرف لجنه حنين منو؟ ما عارف منو؟ ورونا يا جماعه. كويس. اثنين. ما هو شوف ناس شمال كردفان وناس الشرق والوسط ناس ما بتعرف المشروع ده، ما بيعرف، لكن ناس دارفور بيعرفوا كويس. مشروع هنين هو مشروع جهينة، تقسيم دارفور، هواكير دارفور للقبائل هنين. لازم تعرف الكلام ده وتحطه في بالك. وتمت وضع خطة كاملة لما تبقى من القبائل الأفريقية الموجودة في دارفور اللي عندها السلاح. من هم؟ لعبد الواحد محمد أحمد النور، حركة جيش تحرير السودان، جناح عبد الواحد محمد أحمد النور، محاطة غربا شمالا شرقا جنوبا، محاصرة، وخلايا نايمة في داخل جبل مرة، خلايا نايمة في داخل جبل مرة. ورسالتي من هنا لكرجكولا، كل المعسكرات بتاعتك امشي فتشها،
امشوا فتشوا المعسكرات جد، وبالذات النساوين. كلامي ده اسمعوه كويس. اي مركز تحت حركه جيش تحرير السودان، جناح عبد الواحد محمد احمد النور، وكلام ده انا قلته لقيادي عندكم هنا في فرنسا قبل العاصفه دي بتاعت الفاشر دي ب8 يوم. لاقيته ويتلاقينا وجلسنا في ليموت، وقلت له كلام واضح وبنسق من بعض، والمعلومات اللي اديتها له نفذتوها بحرف الواحد ولقيتوها صحيحه. هسي انا ما لاقيه، ما بقول الكلام كله، لكن كلامي ده اسمعوه من هنا. انا ما ضدكم، لا يمكن اكون ضدكم ابدا. وانتوا عارفين من ما بدات الحرب في ال3 سنوات دي، عارفين الدور اللي انا قدمت لكم شنو، وما حتنكروه. ما عشان عبد الواحد ابدا، عشان بمس حركه جيش تحرير السودان، بمسنا نحن. هسي جبل مره لازم تتفتش كلها، كل الجبل، بيت بيت، دار دار، قرفه قرفه، بالذات النسوه العوين اللي بتاجرن، اللي بيجيبن بيشيلن البضايع، اللي بيجن من الجنينه، اللي بيجن من زالنجه، اللي بيجن من نياله. كلامي ده خطوا في بالكم، امشوا فتشوا وعمنوا مواقعكم، والكلام اللي قلنا لكم هناك نفذوه. والله وطالله ما تنفذوا الكلام اللي بقوله لكم ده، كمية فجرت من جوا والجنجويد استلموا قياداتكم دي أقل. السيدة اسمعوا سمح رسالتي لشرفاء اليو بي اف ولشرفاء حركة جيش تحرير السودان جناب عبد الواحد محمد احمد النور، كلامي ده خطوه هنا، خطوه هنا. امشوا فتشوا الباقي، امشوا فتشوا الباقي، حافظوا على قياداتكم، ما يفتنوكم جوا. انا ما ضدكم والله، مش ما خشيتوا الحرب دي، اقسم بالله ما ضدكم. كلامي ده اسمعوه كويس بس. قبل ما الفاس يقع، ما هقول تاني، قبل ما الفاس يقع في الراس، باقي الكلام ما بقول. الزول اللي بقعد معه اتهد وهو بيعرف كويس، وهسي ما في ليموت شغال برا، ما بيجي الا ويكند لويكند، ما لقي الزول. لكن شيلوا كلامي ده من هنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار وأجل الشفاء للجرحى والمصابين، وأودا حميدا للمفقودين. نسأل الله العلي القدير أن يكتب النصر المؤزر للشعب السوداني. تم تدمير متحرك للجنجة، والمتحركات ده عددهم كان 8، وطبعا بقى الشغل ما في أي تصوير، شغل من الآخر، فتم تدميره بالكامل، والشغل ده مستمر لفترة طويل جدا، وهتشوفوا فقط انتوا الانتصارات بعد تصوير ما في. وأيضا طيارة برضو نسور الجو جغم 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 في دانجنجة في عدة مناطق، وطبعا بقى التصوير ما في نهاية. الشغل ده بقى فتك ومتك وفاخر للآخر بعد ما في أي كلام. طبعا برضو في رسالة حامد رسل لشباب عبد الواحد، وبخصوص انه في تسللات مثلا بتاع قوات الدعم السري، وطبعا الناس ده بيريدوا محلل فيه سكان وفوق الناس، وبرضو عندهم اعتقادات كتير جدا، لكن مع ذلك الناس تحاول تفهم الحاصل. فالدعم السري سوس كبير جدا بالنسبة مهدد لكل الشعب السوداني، ما زور واحد ولا اثنين، وكلنا شفنا المأساة الحقيقي الحصل لإنسان فاشر، وده الشيء اللي يتكرر أكتر من مرة قبلها جنينة ومناطق كثيرة جدا. ولكن الأدو ده لطالما الشعب السوداني كله واقف
قلب رجل واحد، ما اعتقد انه الشغل ده هيطول، وان شاء الله في القريب بينجلي. فالمطلوب كله اننا كشعب سوداني انه نتماسك ونتحالف ونكون سواعد لبعض. التخوين يودوا بعيد، والزول الثبت فوق الاشياء زي ده شغله جغيم طوالي على الاطلاق. لكن هنا ادونا الوحيد وكشعب سوداني ما في غيره اللي هو الجنجة، ولانه اللي شفناه منهم بجد حاجة صعب جدا، ما في إنسان بقدر بيتحمل ولا ثانية، وكل أخلاقهم زي ده. ولأنه طبعا السيناريوهات اللي قاعدين نشوفوه مثلا مسألة إنه محاسباتهم وتفاصيلهم ده، الزول ده بيصوروه في الكاميرا، وبعد الكاميرا بكون شنو، برجع لنفسي بشاطه. لأنه قبل اليوم قالوا إنه الزول ده انجغم وما بعرف ليك، وده كان كله عبارة عن دعاية، لكن حقيقة هو ظاهر كله شنو في شمال دارفور الفاشل. وإن شاء الله هو ذاته هينجحم بغض النظر قاعد في سجن ولا قاعد برا، الناس ده مستعدين له، وإن شاء الله النصر قريب جدا. السودان 48 مليون، ما أظن إنه الناس دول كلهم يستسلموا للواقع ده. دايرين مليون راجل شجاع، مليون شعب أو 2 مليون، إن شاء الله الدولة السودانية ما بتلي فوق ولا شنو أمكوك، هيتطهر نهائيا. أسأل الله العلي الغدير إنه يكتب النصر المؤزر للشعب السوداني.